النهارده حلقة نارية، حلقة خاصة جدا. فعايزك تسيب كل اللي في ايدك يا حبيب اخوك وتركز معايا عشان في تفاصيل مهمة في الاهلي وفي الزمالك، وخاصة في النادي الاهلي عشان الدنيا شيطة والمدرب الجديد والحكايات والروايات وبتاع. فعايزك تسيب كل اللي في ايدك وتركز معايا. يلا نبدأ يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل متابعيني وحبايبي وأصدقائي في كل مكان. يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. قبل ما نبدأ طبعا حلقتنا حبايبي يوسف في كل مكان، ما تنساش طبعا اللايك والفولو دعما لاخوك وحبيبك يوسف، انه بيسعى دايما انه يجيب لك كل الاحداث الرياضيه المهمه المحليه والعالميه ايضا. هنبدا طبعا بالنادي الاهلي وبعد مباراة امبارح وتحس أول مرة يا جماعة في النادي الأهلي إن تشوف الجهاز الفني واللعيبة كله متوتر وكله مشدود، بدليل لقطة عماد النحاس امبارح إن المدرب اللي الجمهور بيعترض على تغيير جراديشار ف... فقال له والله العظيم مصاب عماد وماسك ومتوتر جامد، والله مصاب وبتاع. فراح الكابتن وليد راح عداه وبتاع، قال له ما تردش على الجماهير وكده يعني. فده اول مره اشوف في النادي الاهلي. ولقطه ياسر ابراهيم، لقطه ياسر ابراهيم طبعا ما تعودناش على كده في النادي الاهلي. اول مره اشوف الكلام ده في النادي الاهلي، ان لاعب بيعترض على جائزه رجل مباراه وزميله واخدها. يعني مروان عطيه ده ما بيلعبش في حرس الحدود يعني. بيقول له انت الجائزه دي بتختاروها على اي اساس او تدوها على اي اساس. فياسر ابراهيم طالع زعلان ان الجايزه وبتاع. ما شفناش الكلام ده في النادي الاهلي. طول عمرنا لما نشوف النادي الاهلي ان اللعيبه كلها على قلب رجل واحد. كل اللعيبه في النادي الاهلي طول عمرها عيله واحده، على قلب كلهم واحد. اول مره اشوف الكلام ده في النادي الاهلي، اللي بقت فيه تفرقه، لا انت رجل مباراه، لا انا رجل مباراه، لا انا احسن منك، لا انا سجلت انت ما سجلتش. التيم كله المفروض يبقى كتله واحده، عيله واحده، زي ما كنا بنشوف زمان وفي كل اجيال النادي الاهلي. فده ما كانش موجود في النادي الاهلي. وحاله التوتر الشديده دي ومش عارف ايه، ما كانش كده في النادي الاهلي. الاهلي وحش قوي يا جماعه، ولا في روح ولا في اي حاجه. بقيت اي واحد تسال اي واحد من جمهور النادي الاهلي لما بيجي يتفرج على النادي الاهلي دلوقتي، اخر ربع ساعه بقى بيخاف. يعني اخر ربع ساعه جمهور النادي الاهلي بقى بيخاف دلوقتي. اخر ربع ساعه اللي هي كانت مفضله للنادي الاهلي، الربع ساعه الاخيره دي كانت دايما مفضله للنادي الاهلي، لان الاهلي كان بيكسب في الدقايق الاخيره وبلس 90 ومش عارف ايه. الاهلي دلوقتي بقى بيخاف لان ما بقاش فيه قائد في الملعب. انت علي معلول وعمرو السوليه من اهم الاعمده الرئيسيه اللي كانت بتدي روح في اوضه اللبس للعيبه النادي الاهلي. اللعيبه دي مش موجوده دلوقتي. مفيش مفيش غير ياسر ابراهيم هو الرجوله في الملعب دلوقتي، وعنده حماس واصرار. شفت ياسر ابراهيم توفيق من ربنا سبحانه وتعالى واجتهاده ان هو يكون موجود في الحته دي، في المنطقه دي، عشان لما الكوره